حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير. لما يكون نفسك في حاجة بقى حلوة وحابة تعملي كيكة، لازم تعمليها كيكة يبقى فيها تغيير شوية. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الرواني، بس الطريقة دي بصراحة مش بتاعتي. الطريقة دي انا واخداها من على اليوتيوب. حطيت كوباية ونص دقيق عادي على كوباية ونص دقيق بسبوسة. ومعايا 3 بيضات. تمام، ومعايا معلقة بيكنج باودر ورشة ملح كده زي ما احنا شايفين كده ما بين ايديا. كيكة الرواني دي كيكة خفيفة كده وهشة وجميلة، بس بصراحة دي أول مرة أعملها بالطريقة دي. أنا بعملها بطريقة تانية ومنزلاها عندكم على القناة. هنقلب كل المكونات كده مع بعض. معلقة بيكنج باودر صغيرة مش كبيرة. هنا معايا السكر، هحط كوباية ونص سكر وكوباية ونص مية. هحطهم على النار، وأول ما يغلوا كده أنا عايزة شربات خفيف. تمام، أنا كل اللي أنا عايزاه شربات خفيف مع عصرة ليمونة، وهحطهم على النار يغلوا، واسيبهم كده بس يغلوا قيمة دقيقتين 3. هنا معايا 4 بيضات وكوباية سكر. هقلبهم كده مع بعض ولحد ما يتفكوا كده. فانا حسيت ان الخلاط هيكون اسرع ليا. هحط معاهم كيس فانيليا اللي هو بالبرتقال، ونص كوباية زيت. زي ما احنا شايفين كده مقدارنا سهلة وبسيطة وكلها من البيت. هبتدي اضرب في الخلاط ضربا مبرحا بقى، ومعلقة ملح عشان ايه؟ تخلي لي كيكة هش. هنا معايا كوبايه الا ربع من اللبن، وكان معايا كمان علبه قشطه. فهيبقوا المقدار كله كوبايه قشطه، اللي هي بتاعه اللي هي المعلبات اللي هي بتبقى في التلاجة بتاعه الالبان. هنا معايا الصينيه مدهونه، هنزل بالخليط واهبدها كده كام هبده عشان خاطر تطلع لي الهواء اللي في الكيكه. هبتدي بقى ادخلها في فرن مسبق سخن مسبق التسخين يعني وكده. وهنا معايا بعد ما خلصت الشربات حطيت عليه فانيليا. هنا زي ما احنا شايفين الكيكه بتاعتنا طريه وحلوه، بس انا بصراحه عجباني الطريقه اللي انا بعملها. هبتدي بقى انزل بالشربات واسقيها. احط كميه الشربات واحده واحده كده، واحاول اسقيها من كل الجهات. وبعدين ابتدي بقى ايه اسيبها تشرب كده مع نفسها شويه كده حلوين. انا كمان كنت حاطه في الخليط معلقه جوز الهند، لان دي كيكه جوز الهند اصلا. تمام، دلوقتي ايه هسيبها زي ما احنا شايفين كده بتبقلل. فهي بتشرب معايا. هسيبها لما تشرب الشربات ده كله، وبعدين ارجع احط لها جوز الهند على الوش. كده خلاص انا سبتها ابتدت تشرب معايا، وزي ما احنا شايفين بقت طريه خالص. هنزل بجوز الهند كده على الوش، وابتدي بقى اقطعها واقدمها. دي كيكه الرواني بطريقه سهله قوي. ممكن تشيلي علبه القشطه دي وتحطي زبادي. مش هتفرق كتير يعني، بس انا الطريقه اللي انا بعملها لا فيها قشطه ولا فيها زبادي. انا هعملها لكم مره تاني ان شاء الله. جربوها ان شاء الله، هي مش وحشه، هي جميله جدا، بس انا بحب طريقتي. تعجبكم ان شاء الله وتنول اعجابكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.